يتحفظ النادي الأهلي على إبرام عقد الرعاية الجديد بالجنيه المصري ويفضل التوقيع بالدولار لتجنب أزمات السيولة الدولارية مستقبلا رغم تلقيه أكثر من عرض من شركات كبرى. أكد حسام البناتي مساعد المدير الرياضي لنادي نورشلاند الدنماركي أن النادي كان يتابع إبراهيم عادل منذ أكثر من 3 سنوات، لكن الصفقة لم تتم بسبب عدم الاتفاق على المقابل المادي. وأضاف أن النادي الدنماركي ليس تابعا لأي نادي آخر وأن العائلة المالكة لن تقبل بذلك، مشيرا إلى وجود ثقة كبيرة في قدرات اللاعب لتحقيق مسيرة احترافية مميزة في أوروبا. كشف أحمد شوبير أن نجله مصطفى تلقى 3 عروض على الأقل مؤخرا، لكن النادي الأهلي رفض التفريط فيه بشكل قاطع، وأوضح أن عقد اللاعب من بين الأقل داخل النادي الأهلي سيحصل على أقل من 5 مليون جنيه سنويا، وأن الحديث عن تعديل وتمديد عقد اللاعب أكثر من مرة لكنه لم يتحول إلى خطوات رسمية حتى الآن. وبكده تكون انتهت أخبارنا، وما تنساش تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فلا خير لمسلم يتجاهل الصلاة على الحبيب المصطفى، وما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد.